استكمالا لمراجعه البوم ابو الانوار الجديد، حبه فوق حبه تحت، وتقييمها وايه اللي عجبني فيه وايه اللي ما عجبنيش وهكذا. فانا النهارده ان شاء الله جاي اكلمك عن الباقي من الالبوم اللي هو اصلا 11 تراك. انت فاهم يا اسطى احنا فين؟ 11 تراك. انا عملت فيديو على 5 تراكات، فيديو على 5 تراك، في 11 بقى. انت يعني احنا داخلين على 11 تراك، فانت المفروض عارف هتعمل ايه دلوقتي. تعمل لايك وتعمل سبسكرايب. ده لو انت مش عامل سبسكرايب، ده في الحقيقه ده في حاله انك مش عامل سبسكرايب. انا افترض معلش يعني خدني على قد عقلي، انا بحبك فشخ والله العظيم. عارف انت بقى لو تجرب تعمل شير، انا عارف ان انت ما بتعملش لايك اصلا، فتجرب جرب بس اعمل شير، والله هتلاقي الدولار من 70 ل 11 ل 7 عاد نزل مره واحده. فجرب تعمل لايك بقى وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. ولو عايز تشوف الفيديو اللي انا رجعت فيه اول 5 تراكات من البوم ابو الانوار، هتلاقيه في الاي اللي فوق، المفروض تظهر لك هنا دي. بس ندخل بالفيديو على طول بقى. بما ان انا بالفعل قيمت اول 5 تراكات في الالبوم، حط لي خط تحت كلمه بالفعل دي. ده انا هفشخك في الفتره اللي جايه دي مصطلحات غريبه. فالمفروض ان احنا ندخل على طول على سادس تراك. فسادس تراك معانا اسمه مباشوط. في نص المخ بالمغرفه عشان انقي من اللي اتطفى، سيبني منهم مش فاكرهم يا اسطى، الدنيا مش كام نفر. التراك مختلف عن اي تراك انت ممكن تكون سمعته اصلا تحت مسمى الراب، وده بسبب البيت بتاعه اصلا. حاجه كده طرش يا زميلي، طرش. ده غير دخلت سانتا اصلا في التراك اللي خلت التراك يقلب اولد سكول، بس بمزيكا وبيت يعني تحسها كده من عالم موازي. لو المشكله ان التوليفه دي كلها بقى طرش الطرش. فتقييمي ليه 10 من 10 علشان التراك ده مفيش حد هيختلف عليه اصلا. وندخل على 7 تراك معانا في الالبوم واسمه موبرول. تفكيرك في الحاجات دي يا اسطى لا مش مفيد، اشتغل واعمل لك حاجه ولا افتح مشروع جديد، والعيشه هتحلو ومش شرط انك تكون شقيق. التراك ده مش من الطيب المفضل بتاعي، بس مش عارف ليه ما اكدبش عليك، وانا بسمعه كده حبيت ان انا ممكن اسمعه تاني اصلا. يمكن عشان الطيب ده من التراكات مش متعود ان انا اسمعه من ابو الانوار، ولما جه عمل ابو الانوار حببني فيه. وعدوك ابن كورك يتمنى لك الخساره، تاكله عيش وملح يبيعك بفرقه وسجاره مسيرك. ولكن فعلا تراك حلو قوي، انا ودني حباه وحباه انها تسمعه كذا مره. فتقييمي للتراك ده هيكون 9 من 10 عشان التراك ده ودني حباه وحابه تكراره فيها على طول. ونروح لتامن تراك معانا في البوم ابو الانوار الجديد اللي هو اسمه ما ينفعش اقول نوع السلاح. انا اشتريت منظار عشان اشوف اخصامي، هسبب الاضرار قفشت فيكوا حرامي. التراك ده حرفيا اكتر حاجه انا ممكن اقولها، اكتر حاجه واكون بجامله، اللي هو ايه البيت اللي بيراب عليها ابو الانوار ده. عشان البيت بالنسبه لي سيء وحاسه لوب كده، عارف انت اللي هو مساحه 4 بارات بتتكرر في البيت. هي حاجه سيئه جدا يعني، حاجه انت لو جيت عند التراك ده في الالبوم يعني حاول تتجنبه بجد يعني، ما تحاولش تسمع. انا خدت الموضوع جد، حاسس خدت الموضوع جد دلوقتي. المهم يا اسطى تقييمي للتراك زي كده هيكون 3 من 10، والثلاثه دي هتكون لابو الانوار على البيت لكن مش البرودكشن كامل. انا حددت لك كمان الثلاثه دي لمين عشان تكون عارف، بس انا اديت التقييم ده اصلا بناء عن ايه؟ بناء على اللي عمله اصلا ابو الانوار على البيت. جبت غواصه نزلت شفتكم بصوا عليا بصبع لكم. بس عشان تبقى فاهم انا كنت حاسس ان البيت شادد ابو الانوار في الحته السيئه بتاعته. التراك ما يتسمعش يعني، انا اسف ان قلت حاجه زي كده، بس انا حاسس ان انا سخنت شويه زياده عن اللزوم. بس يعني التراك بالنسبه لي حاجه زي كده، انا تراك زي كده مش هسمعه تاني. وندخل بقى يا زميلي على 9 تراك معانا في الالبوم وهو اسمه ناس كتير. ناس كتير بتسيب وناس تخون، دنيا مصلحه وانت الزبون، اول لما تقع ارجع قوم. التراك ده فعلا عجبني لانه فكرني بجمله الراب شارع. وحسيت قوي في التراك ده بصراحه ان ابو الانوار بيحاول يحكي قصه بس بعناوين كتير وبعناوين مختلفه، هو عاشها وجربها. كل يوم بضرب لي حاجه احسن ما اضرب لي حد، يوم خميس زعلنا احنا الاتنين ما كلش حد. وده اللي اقصده بكلمه راب شارع، لان انا شبعت وقرعت من جمدان الناس اللي بتذكره في تراكات. انا شبعت، انا جبت جاز من الحاجات دي كلها. فتقييمي ليه هيكون 8 من 10 علشان بصراحه ما حسيتش ان التراك لايق على البيت بتاعه. حسيت بصراحه ان التراك محتاج بيت يعبر عن الحزن اللي فيه، وده مش معنى ان هو وحش، لا التراك فعلا رائع. وندخل بقى يا زميلي على 10 تراك معانا في الالبوم وهو اسمه ارتستيك. وانا بقيت تاكيد ارتستيك، وانا مش شغال ستايلست بس كل الماركات لبستك، وانا بس بجيب اجوان والشك بيجيب الوان. وده كمان فيديو كليب، لا والوحيد اللي معمول له فيديو كليب في الالبوم كله. انا مش عايز اكون سلبي يعني في اللي هقوله ده، فانا يعني مع احترامي ليه لبابا ما عجبنيش بصراحه في التراك ده غير حاجتين بس، ودول بساط قوي على حجم تراك زي كده. اخضر واحمر واصفر واخضر واحمر واخضر اخضر من اللي في بالك، ليبو ده احمد
الاحمر لابس الابيض لا والايد شغاله. اللي عايزك بس تتخيل ان في تراك وصل انه يتعمل له فيديو كليب، فاكيد ان التراك ده في عالم تاني، يعني التراك ده في مستوى تاني خالص. والحاجتين اللي عجبوني في التراك ده اصلا فيرس ابو الانوار من غير الكورس، والفيديو كليب عامه ده بره عن التراك اصلا، لكن الباقي بصراحه ما دخلش ذمه بتشيلن. فعشان كده انا بقول مع احترامي لليل بابا، يعني انا مقدر برضو الشغل اللي حصل في التراك ده، فيعني مش عارف ايه، انا ما حبيتش غير حاجتين دول، وحاجتين زي دول اصلا يقفلوني من التراك عامه. تقييمي ليها هيكون 6 من 10، وده عشان الكليب بنفسه. بصراحه الكليب نفسه حلو قوي، والله الكليب ده عجبني قوي. وندخل على رقم 11 معانا في الالبوم وهو اسمه بعمل الصح زي حزن قوم، بعمل موضه في المزيكا وفي الهدوم، بنزل بحر اصطاد قرش وبعوم، بقع عادي بس بعرف اقوم. بص انت عندك سكو سكو سكو، وعندك بر وعندك دي كلها كانت اسماء تراكات لابو الانوار، وبصراحه انا مش متذكر غير الثلاثه دول، وما خافيه كان اعظم. الاسماء لوحدها انا ممكن اعمل عليها على فكره فيديو اقسم بالله والله، وهنتنمر براحتي وهسيف في لحد الصبح. بتحب الهدوء حلوة عجباني وهدوء، انا اول ما اشوفها طبيعي بقول التراك ده بصراحه على قد ما اللي كان عامل له اختلاف اصلا البيت، اللي هو اصلا انا كنت حاسس انه شبه البيت بتاع تراك ما ينفعش اقول نوع السلاح، ولكن التراك كان عاجبني فعلا وكان فعلا حلو، واللي هو انا عايز اسمعه اكتر من مره عادي يعني. فتقييمي لتراك زي كده بصراحه هيكون 8 من 10، لانه انا كنت حاسس ان البيت ده ناقصه حاجه انه ليه البابا يعمله، بس يعني ما اكدبش عليك، يعني كنت حاسس ان اضافه ليل بابا على بيت زي كده هتكون حلوه قوي، يعني مش عارف هتكون لامسها كده وهتكون شاممها كده وهتكون ضايقها كده. ونروح بقى يا زميلي على رقم 12 معانا في الالبوم وهو اسمه عم اللعبه بين قوسين هرم 2. انا نازل فليكس معايا فليكس، انا عامل كارثه على الالبوم، انا كنت امبارح كده مش سارح، كنت مع بنت بجيب الجون. بص بدون صياح التراك ده ما عجبنيش نهائي، مع ان انا كنت مستني ان انا اسمعه اصلا في ترتيب التراكات، ولكن لما سمعته ما جاش معايا، كنت سامع فيه دوشه كتير قوي. انا مقدر الشغل اللي حصل في البيت بصراحه، بس اللي كان عم مسبب لي ازعاج في التراك ده اصلا البيت ده، غير الفلوهات بتاعت ابو الانوار، يعني مش عايز اقول لك كرنج يعني، بس ما ظبطتش انا اسف، بس هي ما ظبطتش معاك الفلوهات، معلش هتاسف لك تاني يا اسطى فكك منها خالص بدل ما اجيب لك مفك. ده غير فيليكس بصراحه اللي هو انا كنت مستني منه ليفل تاني، اللي هو الليفل اللي بيقدمه في اي فيتشر. فيليكس من الناس المتميزه اللي ممكن تسمعها في اي فيتشر، بيكون اقوى من التراكات بتاعتها هي شخصيا، معرفش بقى ده بيكون حافز مثلا انه نازل مع واحد فلازم يثبت له قوته وهكذا، ولكن فيليكس في التراك ده كان ضعيف قوي بالنسبه لتراكاته. انا مش عارف ليه، ما اكدبش عليك والله العظيم انا مش عارف ليه، ممكن اكون فاهم التراك ده غلط، او ممكن اكون سامع التراك ده غلط، او ممكن التراك ده فيه حاجه انا ما قربتش ليها، او ما اديتوش فرصته الكامله، لان انا سمعته بتاع حوالي 10 مرات علشان انا سمعته كتير قوي بصراحه علشان ما اجيش احكم عليه بغلط، بس فعلا التراك ما جاش معايا. زي ما تقول كده جن مصور تشكلني، هخرمش لك وشك حولني هقطع وانتش لك، وشباب منطقته مكياجها. فتقييمي ليه هيكون 3 من 10. الدوشه اللي حاصله في التراك كله، سانتا اللي اول مره اعرف انه بيعمل بيتس، هو مشارك في انه يعمل البيت ده عامه. الفلوهات بتاعت ابو الانوار ما ظبطتش، انا كنت حاسس انه مستوى فيليكس ضعيف بالنسبه لتراكاته، مع ان دي حاجه غريبه اصلا انها تحصل، فبس يعني هو عشان كده خد 3 من 10. وندخل بقى على رقم 13 معانا في الالبوم وهو اسمه اخر فتره. قاعد مع حالي بسال نفسي هل وصلنا لحاجه، لازم تحتاج فتبدا الاختراع الحاجه، وما تتعبش اعصابك لا تدور على علاجك. والتراك ده بصراحه حاسس انه تكمله لتراك تاني برضه في الالبوم اللي اسمه ناس كتير. فاكر لما قلت لك ابو الانوار بيحاول يحكي قصه من عناوين كتير هو عاشها، فبرضه التراك ده تحس انه بيقول لك حاجه، انت ممكن تاخد الكلام عن نفسك ده لو حصل لك موقف مشابه من بار هو قاله مثلا، لانه بيحكي زي ما قلت لك قصه بس بعناوين كتير. الجو برد بس الجو في قلبك ابرد، لو جيت في حضنك مش لابس الجاكيت هبرد، ليه اختفيتي ما قلتش ابركه دبرس. وبصراحه تاني احلى حاجه في التراك ان ليل بابا هو اللي عامل البيت، فتقييمي ليه هيكون 9 من 10، وده عشان انا فعلا حبيت التراك وحبيت تكراره في ودني. ونروح بقى يا زميلي رقم 14 معانا في الالبوم وهو اسمه هيتر. الدنيا ايزي وايدي في ايزك، مفيش كاش بس قشطه معايا فيزا، في فرق بينا بس مش قصدي النغيظه. ركز بس معايا ثواني بس عشان عايزك بس في كلمه. التراك ده مدته 3 دقايق 55 ثانيه، ولكن مده التراك الحقيقيه دقيقتين 55 ثانيه. طب الدقيقه الباقيه فيها ايه؟ في حته بس مش هقدر اقول عليها، فانتوا حاولوا تخمنوا ايه هي الحته دي. تمام، هي في الفيرس بتاعي، هي مش عاجباه، بس هو حاسس ان انا يعني
فيها ان ابو الانوار بيقول ان سانتا دخل عليهم وهم بيسجلوا التراك ده وقال له التراك وحش، لا وكمان قال له او ما عجبوش حته بيقولها ابو الانوار في تراكه اللي هي بمعنى اصح وحشه او هي موحشه التراك. في حاجه وحشه في التراك، يعني انت شامم ريحه وحشه، تسمع التراك ده تشم ريحه وحشه، ما تعرفش بقى. فبصراحه انا رايي من راي سانتا، لان التراك زي كده بالنسبه لي تقييمي ليه هيكون 5 من 10 عشان اللي عجبني في التراك ده اصلا البيت وسلايفر. ونروح بقى يا زميلي لاخر تراك معانا في الالبوم. انا زهقت والله العظيم. اخر تراك معانا في الالبوم اسمه انا عارف وانت عارف. حد منكم هيقطع صدقني انا هرسم في وشه خريطه. انت ابيض زميلي لك 0+0 مسالتك دي سهله وبسيطه. ماشي منشار محمد نجار على الشاشه في رمضان محمد بكار في وشك. معلش بس حاول تركز معايا عشان برضه هي نفس المشكله اللي انا ذكرتها قبل كده. التراك مدته اصلا 3 دقايق وثانيه، لكن مدته الحقيقيه 2 دقيقتين وثانيه. بيحصل ايه في الدقيقه دي؟ ده لا ليه البابا بس انت فاهم مشغل البيت. لو حد جاي فتقييمي بصراحه هيكون 10 من 10، لان انا بصراحه ما اكدبش عليك يعني حتى الدقيقه دي اللي البابا اصلا بيستعرض فيها البيت بتاعه انا عجبتني قوي. دولي ودي يا ثعلب فوري بيج فانز بلعنا الدوري باي باي ودعنا تشاومينج. ابو يوسف حلو قوي، فيلوهات ابو الانوار حلوه قوي، والليركس كمان حلوه قوي بتاعت التراك ده. التراك ده حلو قوي في الالبوم، وحاسس ان ممكن يطلع منه كمان شويه ترندات اللي هي بتاعت التيك توك وهكذا. فبصراحه كل حاجه فيه كانت حلوه قوي، فدي اقل حاجه ياخدها 10 من 10. فبس يعني احنا اخيرا خلصنا. انا تعبت والله العظيم يا اسطى، انا فرهطت اقسم بالله انا فرهطت والله العظيم انا فرهطت. فيا اسطى لايكك سبسكرايبك الحاجات الحلوه دي. ما تستنانيش انا ممكن اعمل ريفيو على البوم تاني، يعني انا كنت ناوي اعمل على ارسنك بس مش عارف الظروف ممكن تجيب معايا بايه، ما اكدبش عليك يعني. فبس يا اسطى يعني انا لازم اروح انام. سلام يا اسطى، نسيت اقولها لك والله. سلام يا اسطى، سلام.